السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة، ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. الفيديو ديال اليوم هو كإفادة للناس على تجربتي من تسمم الحمل اللي ما كنتمناه حتى لشي حد، ولكن أي وحدة حاملة أو لا أي وحدة كتعرف شي وحدة حاملة لازم تبارطاجي معاها باش تعرف، حتى أنا كنت كنعرف ما كنتش غنوقع في هاد الشي كامل. اول حاجه بغيت نقول لكم هو اي وحده قررت تحمل خصها تكون كتعرف بزاف ديال الحوايج. دخل اليوتيوب، كاين ناس كتعاود على تجاربهم الزوينه وكذلك الخايبه، لا قدر الله. الانسان مهم تكون عنده فكره وتكون عنده خبره. انا ما كانش عندي هاد الشي، لذلك قررت نشارك معكم هاد الفيديو باش تستافدوا منه واي واحد يستافد منه. نبدا لكم من الاول. انا تزوجت والعمر ديالي 36، قريبا دخل على 37. مباشره من بعد ما تزوجت بشي شهرين 3 شهور هكاك حملت. ما كانش في نيتي نحمل، كنت كنقول انا كبيره في العمر، لازمني واحد الوقت طويل عادي لا نحمل، ولكن ربي امر وحملت. من بعد ما تاخرت عليا الدوره مشيت شريت داك الفحص اللي كيديروا في الدار ودرته، ولقيت راسي باني حامله. من بعد مشيت عند واحد الدكتوره هنايا في الاردن، حيت انا ما سكناش في المغرب. من بعد ما مشيت عندها دارت لي الايكو، قلباتني لقاتني بالله حامله، قالت لي بالله راني حامله، وما بقيتش عاقله واش شحال من اسبوع قالت لي. ومن بعد عطاتني تحاليل درتهم، هاد التحاليل عامه. ملي درت التحاليل كنت لقيت شويه الانزيمات الكبد عندي عاليين، يعني عاليين هي شويه على المعدل. عادي، قلت عادي يمكن من الحماله. عديتهم للدكتوره قالت لي لا لازم تعاوديهم باش نتاكد. المهم انا كنت في الدار شربت شويه ديال الخرقوم مع الماء في الصباح وكنت كناكل العسل. رجعت دازت واحد الوقيته قلت خليني نعاود التحاليل ناخذهم للدكتوره ملي قرب الموعد. لقيت ما عنديش، رجع عادي. ديت تحاليل جداد للدكتوره قالت لي عادي صافي الامور عندك مزيانه. المهم بقيت كنمشي في الدورات ديالي عند الدكتوره في الموعد ديالو، كلش مزيان، انا مزيان. المهم اخر ايام رمضان كنت طحت، ولكن ما وقع لي حتى حاجه الحمد لله، وحتى الولد ما وقع له حتى حاجه اللي كان في كرشي. من بعد تقريبا قربت للتالي ديال الشهر السادس بديت كنتنفخ. اول حاجه بداتني بيديا كيتنملوا عليا شي مرات كنحس بايدي تقال شويه بديت كنتنفخ. المهم مشيت على الموعد ديال الدكتوره، قلت لها دكتوره رجليا كنحس بهم كيتنفخوا. قالت لي عادي، يعني جميع النساء في هذه المرحله كيبداو يتنفخوا رجليهم. قلت معليش صافي مزيان. صافي اطمنت ورجعت بحالي للدار. قالت لي كلشي مزيان، ماشي ما مزيان، كلشي مزيان. رجعت بحالي للدار. من بعد داك الموعد وليت كنتنفخ بزاف، وجهي رجلي ايدي، حالتي ولات كتخوف ما نقول لكمش، وبلا التعب اللي كنحس بيه بلا. المهم واحد الوقيته دوزتها خايبه بالنفخ. جا الموعد ديالي مع الطبيبه، مشيت عندها، اجلت الموعد بشي 3 ايام هكاك ولا. المهم شويه كنقول تنولي مزيان ونمشي عندها. مشيت اجلت اول مره نتاخر على الموعد، حيت وليت كنخاف تقول لي شي حاجه، حيت حالتي ولات يعني كتخوف بالنفخ. مشيت عند الطبيبه شافتني، عقصت لي اولا البنت اللي معاها طونسيون، لقاتو طالع. ملي لقاتو طالع وشافتني ودخلت عندها وشافتني منفوخه، الطبيبه خافت، قلباتني قالت لي كلشي مزيان. بالحق عطاتني واحد التحاليل. المهم انا خفت بزاف، خاصه وانه قالت لي نضطروا نولدوا قبل الموعد، ونقدروا نعطيوك الابره ديال
الرئة للولد. والمهم عطاتني التحاليل. من الخوف ديالي انا وراجلي طلعنا مباشرة المختبر. دخلت حاشاكم من بول باش يديروا لي التحاليل، ما كيبغيش يهبط لي البول. هبط لي حاشاكم شويه وحللوا لي وقالوا لي ما عندكش زلال. هذه نصيحه لجميع العيالات، انك تمشي تحلي او لا راكي في الدار وتلقاي حاشاك تدخلي للطواليط وما تبوليش بزاف، سيري للطبيب كتجري. هذه من تجربتي انا بغيت ننصح بها العيالات، حيت انا ما كنتش كنعرف وما لقيتش اللي يقول لي. انا في بلاد بعيده وما حدايا حتى واحد من عائلتي اللي يشوفني وغادي يقول لي راه هشنو عندك هشنو عندك. وانا اول حمل عندي ما عرفتش وما فهمتش. انا كنقول كل شيء طبيعي وهكا كيكون الحمل، ولكن ما كانش هكاك. المهم خرجوا التحاليل قالوا لي ما عندكش زلال. ديتهم للدكتوره قالت لي عادي، ولكن راقبي الطونسيون. جلست كنراقب الطونسيون، مره يطلع مره يهبط مره يطلع مره يهبط حتى لواحد النهار. المهم قبل ما نكمل لكم كانت عطاتني واحد المضاد خفيف ديال الحوامل على التهاب. قالت لي حكا عندك شويه ديال التهاب في المثانه بان لها من التحاليل. هذا ما كان. نكمل لكم. واحد النهار الصباح بكري كنحس بواحد الالم خفيف في ظهري بحال حاشاكم اللي كتجي لي غاكل هكاك. ضربت 12 مع الصباح بكري، جويه ديك 6 مع 12 تقريبا، وانا يجيني نزيف، واحد النزيف الدم مجهد. انا تخلعت بزاف من الدم. مشيت عند الدكتوره. المهم الدكتوره ما استقبلتنيش، قالت لي عادي تمشي لاقرب مستشفى عمومي هنا حدانا، واحد المستشفى الناس ديالو الله يعمرها سلعه والناس ديالو الله يعمرها دار، وتعاملوا معايا مزيان. دخلوني مهم حالة مستعجلة، داروا لي عملية مباشرة أول ما دخلت. صافي حيدوا لي الولد. وما قلت لكمش قبل ما يديروا لي العملية عطاوني واحد الورقة سنيتها، حيت أنا ما كانش معايا الزوج ديالي وجيت في حالة مستعجلة ما يمكن لهمش يأخروا لي العملية. حيت كيف كتعرفوا تسمم الحمل الحل الوحيد هو أنه يجبدوا الجنين باش الأم تولي مزيان. المهم انا وصلت لواحد المرحله متاخره حيت ما كنتش كنعرف، ومتاثروا لي الكلى والكبد. والكلى داروا لي بزاف ديال الادويه ومضادات باش ولاو يخدموا. المهم معاناه كبيره، ولحد الساعه راه باقي الكلى شويه الحمد لله والكبد، ولكن من الاثار الحمد لله. الله يشافيني ويشافي الجميع. لداكشي علاش بغيت ندير هذا الفيديو، حيت الامر ماشي سهل. واي واحد شاف فيه شي حاجه غريبه او انتفاخ غريب او طونسيون او اي حاجه يمشي للطبيب ويعتق روحه ويعتق داكشي اللي فكرشو. المهم 24 يوم تقريبا او 25 يوم ولدي قرب يكمل شهر توفى. الله يرحمه ويعوضني خير فيه. وانا الحمد لله صحتي دابا الحمد لله احسن مما كانت، ولكن باقي شويه ديال الاثار. الانزيمات عندي شويه ديال الكبد مازالين طالعين، وكذلك شويه ديال الاملاح. ومهم مع العلم انه ما كانش عندي هادشي من قبل، ولكن من الاثار ديال التسمم حسب ما قالت لي الطبيبه ديال الباطنيه. سولتها على التحاليل حيت درت تحاليل جداد. المهم زادوني الدم لانه الدم ديالي نزل 7 من النزيف والعملية وداك الشيء. المهم كيف قلت لكم الأمر ماشي سهل. هذه هي القصة ديالي مع تسمم الحمل. وبغيت كنصيحة لجميع العيالات اللي حاملات، تشوفي أي حاجة غريبة في جسمك سيري للطبيب، وانتي تعرفي راسك أكثر من الطبيب. حيت شي مرات كاين شي اطباء انا مشيت عند دكتوره ما كنعرفهاش، انا جايه غريبه في هذه البلاد ما كنعرف والو. قول الدكتوره بحال الدكتورات عادي، ولكن لا، ماشي عادي. خاص الانسان يراقب راسو قبل ما يراقبو الطبيب. تشوف اي وحده في راسها شي حاجه غريبه، او لا حاشاكم البول ما كتدخلش للطواليط مزيان، او لا عندها شي حاجه غريبه طونسيون او لا الدوخه، او لا تمشي للطبيب.
وتعتق راسها وتعتق داكشي اللي في كرشها. حتى انا وكان داروا لي ديك الشوكه ديال الريال الولد او هذا كل راه عاش. ولكن الاعمار بيد الله، كنقولوا لو كان كتفتح ابواب الشيطان. لذلك الله يعوضني خير، والله يشافيني ويشافيكم ويعوضكم حتى نتوما ويرزقكم كنتمنى الفيديو ديالي تبارطاجيوه تنصحوا به اي واحد اي وحده حامله. تشوفوا ماشي باش تخاف، مزيان تخاف ودير الاحتياطات. مزيان تخاف. انا كون خفت وكون شدت وكون بحثت في الموضوع كون كاع ما نوصل لهذيك المرحله. ملي نشوف راسي فيا بعض الاعراض ما نقلمشي للمستشفى ولا اي بلاصه، المهم ما نستناش راسي. لذلك بغيت نقدم هذا الفيديو كنصيحه للناس، وكنتمنى تدعيوا لي بالخير ويعوضني ربي خير والله يسهل على الجميع. كنتمنىكم تستافدوا من الموضوع، وكنتمنى لكم تدعيوا لي بالشفاء وتدعيوا لي كيف قلت لكم يعوضني الله خير. وان شاء الله نلقاكم فيديو جديد. واللي بغى يعرف شي حاجه اخرى ونسيت ما قلتهاش في هذا الفيديو يكتب في التعليق وانا نرد لكم على كل شيء ان شاء الله. كنتمنى لكم الخير، واللي حامله الله يفكك على خير ويكمل عليك بالخير وربي يرزقك الذريه الصالحه. واللي ما حاملاش الله يسهل عليها ويرزقها الذريه الصالحه. واللي مرت بنفس التجربه اللي مريت منها ربي يعوضنا خير ويشافينا، والحمد لله على كل حال. وإن شاء الله القادم خير، وربي يعوضنا تحنا بالذرية الصالحة إن شاء الله. أهم حاجة تهلاو في راسكم وصحتكم. نشوفكم فيديو آخر، مع السلامة.